السلام عليكم ورحمة الله. شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكون احوالكم طيبة باذن الله، وكنتمنى تكونوا كتقضيو اوقات رائعة في هذا الصيف رغم الحرارة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك، كيك بيضة واحدة، كيك اللي كيجي رائع جدا، كيجي اسفنجي عالي، كتجي بحال الشهدة من الداخل ديالها. كنتمنى فعلا انكم تبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على مكونات وعلى طريقه تحضير هذا الكيك هذا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساو لياش لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده للجميع. وان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير مع ذكر المقادير. غادي نحتاجو المولينكس اولا خلاط كهربائي ولا حتى البيتخاين اللي متوفره عندنا. غادي ندير حبه ديال البيض، وغادي ندير قبيصه ديال الملحه، وغادي نحتاجو الكاس ديال السكر سنيده. غادي ندير معلقه كبيره ديال النكهه ديال الكابوتشينو او النكهه ديال القهوه او النكهه ديال الكراميل. بالنسبه لي انا هاد النكهه هذه درتها باش تعزز لي داك اللون اللي غادي يكون في الكيك. وغادي ندير كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي ندير كاس ديال القهوه السريعه الذوبان. هنا كديروا القهوه ديالكم وكتخليوها حتى كتبرد شويه بطبيعه الحال مع استمرار في الخفق. ممكن هاد المرحله هذه ممكن ديروها كذلك حتى في بالخلاط اليدوي. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الشوكولات الخاص بالدهن. فهاد الكيك هذه كتجي كامله شوكولاط وكتجي معلكه وكتجي خفيفه خفيفه بزاف. صافي غادي ناخذ هاد الخليط هذا وغنخويه في واحد البول. غادي نبدا نضيف اضافه ديال الطحين. غندير الكاس الاول ديال الطحين ونضيف الكاس الثاني. بطبيعه الحال الطحين يكون نخلو هكا الا كانت فيه شي شوائب، وحتى كيعطينا واحد الخفه للكيك، كيكون فيه الهواء وكيعطينا الكيك ديالنا كيجي خفيف. غادي ندير هنايا 16 غرام من الكاكاو. هنايا درت جوج ديال لي ساشي، اللي عندها العبار دير 2 معالق كبار. وغادي نخلط الكل جيدا. فصراحه هاد الكيك راه كتحضر في وقت وجيز، راه تقريبا في واحد ساعه الا ربع كيكون عندكم هاد الكيك واجد وكيجي رائع جدا. فعلا كنتمنى انكم تجربوا هاد الكيكه هذه. فهاد الكيك هذا من احسن واروع الكيك اللي قدمت. غادي ندير كاس ثالث ديال الطحين، وغادي ندير كذلك خميره ديال الحلويات. غندير هنايا 2 خمارات، ممكن ديروا حتى 2 ونصف، ما عندناش مشكل بالنسبه للخميره. بالنسبه للاخوات اللي عندهم العبار اللي ما عندهاش الميزان غادي دير 2 معالق كبار، ودير معلقه صغيره يعني 2 معالق ونصف ديال خميره الحلويات. وبالنسبه اللي عندها العبار راه غادي ديروا تقريبا واحد 20 غرام ديال خميره الحلويات. هنا خديت الشوكولا وقطعتها مكعبات رقيقه. وغادي ندير واحد الاضافه ديال الخل. غادي ندير 2 معالق صغار ديال الخل ونخلط الكل جيدا. هنايا كيف كتشوفوا معايا القوام ديال الكيك راه باين ان القوام ديال الكيك هكا. فاش تنديروا هاد الخطوط فكيبقى مصور لينا على الوجه ديال الخليط. صافي هنايا غادي ناخذ هاد انا درت هاد المول هذا المول عندي هاد المول مربع، ممكن ديروا اي مول متوفر عندكم. وكيف ما قلت لكم راه كيجي كيك ولا اروع. غادي ندهنها بالزبده مزيان وغادي نرش عليها. هنايا انا عندي هاد الكاكاو هذا اللي كنديروا للوليدات مع الحليب. ممكن ديروا كوبيل، ممكن ديروا كاكاو المر الا متوفر عندكم. من الاحسن ما ديروش الطحين الابيض باش هكذا ما كيجيكمش الوجه ديال الكيك الا بغيتو تقلبوها ما تجيكمش فيه داك البياض ديال الطحين. صافي وغادي نوزع الخليط على المول ديالنا. ممكن هكا غندير هاد الخطوط باش كنوازي دوك الخليط في المول، ما كتجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي الكيك ديالنا هنا وجدته. غادي نديرو في المول وغادي نخليه جانبا ونمشي نسخن الفران. وهكذا ما خداش ليا الوقت بزاف. الكيك ديالنا ما شاء الله من بعد ما طيتها بالفرن راه كتجي عاليه بزاف وكتجي خفيفه. هنا كنحاول نوريكم. شوفوا اليد ديالي في المحطوطه وشوفوا
الارتفاع ديال المول راه كتجي عاليه، كتجي عاليه بزاف. صافي هنا غادي ناخذ الحليب، غادي تقريبا واحد الكاس ونصف حتى 2 كؤوس ديال الحليب. ماشي مشكل واخا تكثروا ليها الحليب راه كتجي رطبه بزاف. هنا خديت الكريم باتيسير، هنا عندي بالنكهه ديال الشوكولا، وخديت تقريبا واحد نصف كاس ديال الحليب. ممكن ديروا حتى كاس ديال الحليب، ولكن غادي ياخذ لكم كميه كبيره ديال السكر ديال لا كريم باتيسير. انا درت غير 2 معالق ديال الكريم باتيسير مع تقريبا راه جايب واحد الكاس الا ربع ديال الحليب. وغادي نضيف عليه الشوكولا السوداء، هاد الشوكولا هادي اللي عندي انا، هاد المكعبات الكبار. صافي وغادي نخوي الخليط على الكيك ديالنا. بالنسبه ممكن ديروا غير الشوكولاط بوحدو، ممكن ديروا حتى الكريم باتيسير اولا فلان ديال الشوكولا مع معلقه ديال النشا، وكديروها حتى كتغلى حتى كيعقد لكم الخليط وكتخوه على الكيك. حنا حاجنا لهنايا غير باش نزينوا بها الوجه ديالها، راه غادي تغطى بالشوكولا ما غاديش تبقى تبان. صافي هنا خليتها شويه حتى شدات في راسها، وجيت كنحك عليها الشوكولا. انا حكيت عليها الشكلاط وهي مازال شويه سخونه، بغيت داك الشكلاط يعطيني يذوب واحد شويه باش ملي نزوق بالشكلاط الابيض يجيني باين ويجيني الشكل ديالو رائع. فالصراحه هاد الكيك هادي راه كيف ما قلت لكم راه كامله شوكولا كلها شكلاط. هنا غادي ندير الشوكولا البيضاء، غادي هكا نبشرها مباشره على الكيك. وحنا كنعرفوا دابا الحال شويه سخون، راه هاد الشكلاط بسرعه بسرعه كيذوب، فحاولوا تحكوه وهو شويه هكا يكون قاصح شويه شاد في راسو باش ما يتعجنش لكم على الوجه ديال الكيك. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ما شاء الله كتجي كيكه ولا اروع ولا اروع. التزيين ديالها درت تزيين بسيط بالشوكولا وعطاها واحد المنظر رائع. فصراحه التصوير راه ما تيعطيش الحق ديالها نظرا لضعف الاضاءه. ان شاء الله ربي يسهل عليا ندير الاضاءه تكون مزيانه عندي في المطبخ. وما شاء الله هنا غنحاول نشارك معكم واحد الطريف ديال الكيك، وشوفوا معايا مجرد ما انا كنقطعها راه كتبان لكم الخفه ديال الكيك. نحاولوا تخليوها حتى تبرد عاد قدموها. الا كانت عندكم شي مناسبه ولا عندكم شي عراضه، فالصراحه راه كيك اللي كيحمر الوجه. هنا قطعتهم مكعبات هكا شويه كبارين، ممكن تقطعوهم نتوما غير مكعبات صغار اولا مستطيلات صغار. وضروري ما نشارك معكم طريف من هذا الكيك هذا باش تشوفوا معايا ما شاء الله القوام ديال الكيك كيفاش جات. شوفوا ليا ما شاء الله راه كيكه كامله مشهده كلها متقابي كتجي غزاله، وداك الشوكولا اللي درنا في الوسط كيفاش داب وعطاها واحد المنظر رائع. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. فعلا كنتمنى تجربوها، راه قلت لكم كتجي كيكه كلها شوكولا وكتجي غزاله بزاف. بالنسبه لواحد النصيحه غادي نعطيها لكم فاش تكونوا طيبوا هذا الكيك هذا، ضروري فاش تبغوا تدخلوها الفرن ما تجوش وتحطوها مباشره على سميتو، ديروا ليها شي مقيله مثلا مقله ثقيله ولا شي لاطه حطوها فيها باش ما يتحرقش لكم الظهر ديال الكيك وتطلق لكم ديك المروره مع داك الشوكولا تينزل الاسفل ديال الكيك. فاش كيبدا كيذوب ملي كنكونوا نطيبوها راه تينزلوا شويه لتحت. فهذه هي النصيحه اللي غادي نعطيكم، وكنتمنى فعلا تجربوا هذا الكيك هذا. والى اللقاء مع فيديو جديد ومع وصفه جديده.